حبيبي يا عم مختار، حبيبي يا عم مختار. ايه يا عم مختار؟ فينك من زمان يا عم مختار؟ الحمد لله. مختفي كده انا اهو يا عم. ونسيت تدي معلوماتك الطبيه للناس حبايبك. ازيك حضرتك عامل بص يا ايه؟ عم مختار، النهارده ان شاء الله عاوزين نقول معلومه كويسه جدا للناس كلها عشان الكل يستفيد. عن ايه المعلومه؟ بص يا عم مختار، طبعا بيجي لك روشتات كتير ما شاء الله. واحده حامل، واحده ولدت وبترضع، فدايما الدكتور بتاع النساء او الدكتور بتاع البطنه بتلاقيه مثلا بيكتب حاجه زي السبازمو دايجستين للستات عشان الهضم وعسر تمام. الهضم. لو واحده حامل تلاقيه بيكتب لها السبازمو دايجستين عادي. بس واحدة. كثيرا بيكتبوا الانتوبرال الانتودين. دي حاجه ودي حاجه يا عم، احنا قلنا اه السبازمو دايجستين ده يا عم مختار، ليه الدكتور بيكتبه للواحده الحامل وليه لما تولد تبدا في الرضاعه الدكتور بيبطله؟ ليه يا عم مختار؟ ليه؟ ما سالتش نفسك ليه قبل كده؟ ليه؟ انتفاخ عسر هضم لا يا عم، صلصال. انت هتلاحظ ان الاسبازمو دايجستين الدكتور بيكتبه للواحده الحامل كمهضم وفتح شهيه. بس ملوش اي اعراض جانبيه. اه تمام؟ لما تولد بالسلامه الاسبازمو دايجستين ده فيه ماده اسمها داي سايكولومين. تمام؟ دي بتطلع في لبن الام وليها اعراض جانبيه على الطفل اللي بيرضع يا عم مختار. ممكن تعمل له تشنجات، ممكن تعمل له صعوبه في التنفس، ممكن لا قدر الله تؤدي الى الوفاه. علشان كده يا عم مختار نطلع النهارده بمعلومه مهمه جدا. ايه هي المعلومه؟ ان الاسبازمو دايجستين ينفع للست الحامل لانه ملوش اي مشكله او ملوش اي اعراض جانبيه، ولكن الست دي لما تولد بالسلامه ان شاء الله نلغي سبازمو وهي بترضع برضاعه طبيعيه ما ينفعش نديها سبازمو دايجستين يا عم مختار. نلغي وندخل حاجه ثانيه. ندخل حاجه ثانيه. برافو عليك يا عم مختار. دي كانت معلومه كده النهارده شقيه كده مع عم مختار، حبينا نعرفها لحبايبنا كلهم مشتركين معانا. وشكرا، ونشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده مع الدكتور خليفه وعم مختار ومعلومات طبيه دايما. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.